تدري أن الدعاء لولي الأمر سمة أهل السنة وشعار أهل السنة. نحن ما ندعو لولي الأمر من أجل يعطينا ولا نأخذ منه، دين، عقيدة. يقول الإمام أبو الحسن البربهاري وهو إمام أهل السنة في زمنه، عاش في أواخر القرن الثالث وأول القرن الرابع، وله كتاب عظيم اسمه السنة، حقق في رسالة علمية في جامعة أم القرى. يقول: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإن وجدته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. بل الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة التي أطبقت الأمة على إمامته يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لمن؟ لولي الأمر. أنا وأنت لو أعلم أن لي دعوة بعطيها واحد ثاني. لو قيل لي لك دعوة أنت خاصة يلا مستجابة، طوال يدعو لي لأني أناني. لكن أحمد بن حنبل لا، نظرته أبعد وأشمل. يقول: أدعي لولي الأمر. قيل له: انظر يا أبا عبد الله، ليش؟ قال: إن دعوتي لي لا تتجاوزني، ودعوتي لولي الأمر تتجاوزه إلى غيره، إذ بصلاح ولي الأمر صلاح الأمة. فلما قلت ذا الكلام قال: ما درسونا هذا. قلت: منو اللي يدرسك؟ قال: في النت. عجيب، الشيخ حقه النت. وهذه الكارثة، أنك تتخذ من لا تعرف هو عالم ولا جاهل، حتى ما لهم أسماء، أبو محمد، أبو فلان، أبو، بس كنى.